فعلًا يعني من القلب فتحتوا الكنيسة من أول لحظة أمام النازحين، فتحتوا أبواب الكنيسة وحتى فتحتوا أبواب بيوتكم لاستقبال النازحين. اليوم قسيس خبّرنا حضرتكم كنيستكم موجودة بمنطقة برج حمود، وعم تستقبلوا من اليوم الأول النازحين من كافة المناطق اللبنانية. عم نشوف وراك العائلات وهيدا جزء من الكنيسة، يعني هلأ مبين وراك بالصورة. عندك نازحين كتير داخل الكنيسة. كم عائلة اليوم موجودة عندكم بالكنيسة قسيس؟ من يوم الأول لهلا فوق 300 عائلة اجت وراحت وعم نأمنهم مثل ما عم بتشوفي هلا. الناس وقت الغداء اجوا من كل المناطق، من كل المطارح. اللي عم بيصير انه صراحة من كل الطوائف كمان فيني اقول لك وخبرك، في ناس هون عملوا الاكل هن لحالهم، هذا يعني تقدمة منهم، حبوا يكونوا عم بيساهموا ويخدموا من عدة كنائس من عدة اماكن. الفريق لحاله عم بيجي يقول شو بقدر اخدم، شو بقدر صلي للناس، شو بقدر اقدم. وهي الكنيسة هون عم بيناموا العائلات، هذا الوضع بالكنيسة. صرختنا هي انه انت على قلبك شو تقدم ان كنت بلبنان او خارج لبنان. نعم. في اولاد، يعني انا شفت منظر امبارحه ام عم بتغسل ثياب اولادها تنشفهم على الشباك وبدها ترجع تلبسهم. يعني هالقد وصلنا، يعني شيء بيكسر القلب. اولاد ما عندهم العاب، هلا مو وقت الالعاب، عم نجيب حتى هدول الامور البسيطه الناس عم بتقدم شو عندها بالبيت. في عدد من العائلات موجودين حدك، اذا فينا نكون عم نحكيهم نعرف من وين نزحوا. هاي من وين نزحتوا؟ منصور، من جنوب منصور، من حوش نزحنا. كان عنا بيت، عنا كل شيء، جينا بثيابنا. بس بنشكر الله انه وصلنا لهون، بنشكر الرب على هالشيء. اكبر نعمه الرب خلانا نطلع من الجنوب، ما صار قدامنا شيء. يعني ما كنت متخيله اللي اطلع من الجنوب اقطع حاجز صيدا، من كثر ما كنت عم صلي والرب كان قدامي فتح لي الطريق. بنشكر الرب. امين. ونحن كمان جينا من الجنوب، اجيت مع اهلي، تركنا المدرسه وتركنا كل شيء ورانا وما عرفنا وين راح نروح، بس نشكر الله الكنيسه الكرديه فتحت لنا ابوابها لحتى نجي لهون. انا نزحت من المنصوري، ابني انضرب بالغاره على الحاجز المنصوري، الحمد لله اجت سليمه وتوجهنا على المستشفى. نشكر يعني كشفت الرساله اللي اخذت ابني اسعفت له، والحمد لله نشكر رب العالمين. يعني كانت سطحيه. رجعنا رحنا على مكتب اتحاد بصور، قلنا له بدنا فرشه او شيء كرمال ولد جريح اني يتشطح، اني ابني على الرصيف. قال انتم السوريين مالكم اماكن، عنا هون بالمدارس، دبروا حالكم. ما حد طلع علينا اي شيء نهائيا من مكتب اتحاد صور. وانا بيسمع لا انا اللي صار بحكي لك كل شيء واضح يعني. ما حد طلع على ابني. حضرتك سوري الجنسية وما تم استقبالك بمركز للإيواء بمنطقة صور؟ ايه نعم، ابني انضرب على الحاجز المنصوري. نعم. ايه وانا هلا حاليا نشكر الكنيسة الكردية اني فتحت الابواب لنا ولاولادي وضمونا، ونشكرهم على الجهود اللي عملوه معنا. نشكرهم يعني كثير تشكرهم انا. نشكر الله على كل شيء. اختي هاي عيني صغيرة. طيب بس يعني بيوتهم ممتلكاتهم اللي تركوها هل قدروا يطمنوا عنها؟ هل بيوتهم انصابوا بالقصف؟ اغلبيتهم ايه، في منهم بيوتهم راحت كلها، يعني في فيديوهات، في منهم ما عم يسترجوه، في منهم ما ضل حدا بالضيعه، ما حدا ضل بالضيعه لا يعرفوا لا يقدروا يطمنوا منهم، لانه لما الرسائل اجتهم على التليفونات او اجى على الراديو فنزحوا الكل وهربوا الكل. اخلوا فورا يعني قبل ما يشتد القصف. يعني أساس عن جد شكرا على هذه المبادرة. إن شاء الله بتكون معدية هذه المبادرة كمان لغير كنائس وغير أشخاص، يعني اللي قادر يكون عم بيساعد يساعد باللي متوفر عنده. يعني صلاتك أسيس اللي بترفعها للبنان، لكل نازح، لكل موجوع، لكل مصاب بالمستشفى، لكل أم خايفة على أولادها، لكل شخص اليوم
اليوم عايش هيدا الحرب، عايش هيدا الظلم، وعايش هيدا المأساة، شو الصلاة اللي بتدفعها كمان للبنان؟ آمين. يا رب أنا بصلي بهذا الوقت، برفع كل عيلة مجروحة، كل عيلة غريبة. أنت قلت يسوع المسيح كنت غريبا فأويتموني، كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني. نعم يا رب، أنا بصلي بهذا الوقت كل كنيسة، كل طائفة، كل مذهب، كل شخص بيقول عن حاله أنه مسيحي. يا رب المسيحية مش طوائف، على التذكرة رح تقلنا شو طائفتك أو مذهبك. صلاتي للمسيحية الموجودة بلبنان كلها يا رب تفرجي صورتك الحقيقية لكل الناس. صلاتي للبنان، أنت قلت للبنان تعالي معي يا عروسي من لبنان. يا رب بكلمتك مكتوب 73 مرة مذكور لبنان. نعم يا رب، نحن واقفين هون بالصغر منقول لبنان عروسة يسوع، لبنان عروسة يسوع. تمجد أنت وحدك في لبنان يا رب، واحمي لبنان من كل شر وشبه شر. صلاتنا للشرق الأوسط وللبنان يهدأ هذا الشر، وكما في السماء رح نوقف قدامك مع الملائكة اللي عم تسجد وتركع قدامك وتقول قدوس قدوس قدوس. نحن من كل طوائف منقول قدوس 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 ملك الملوك ورب الأرباب، وحده يملك على لبنان وعلى الشرق الأوسط الرب يسوع المسيح من الآن وإلى الأبد. آمين. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات 7 بلاس.